السلام عليكم حبيباتي الغاليات، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اذا كنت مازال ما شاركت هذه القناه شارك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. كما كتشوفوا معايا بغيت نشارك معكم اليوم الزيتون الاسود او زيتون كحل مشرمل. بما انه هذا موسم الزيتون بغيت ندير معكم هذا الفيديو. هذا الزيتون كيجي ما شاء الله بحال التمر رطب، ناشف من المرجان، وداك الشرموله اللي فيه كيجي رائع، اللي كلاه عندي كله كيسكرو. يعني مرارا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو وعاد كتب الطريقه بالتفصيل الممل. خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنصاوبوا هذا الزيتون. بما ان هذا هو موسم الزيتون، اما كنمشيو للشجره نسجنيوه، واما كنتقداوه من السوق يعني عادي بحال كنمشيو كنجيبو الزيتون ديالنا كنعزلوه الكحل بوحدو، الزرق بوحدو والحمر بوحدو. بما انني انا غنشارك معكم الكحل، اخترت الزيتون الكحل وجبته كيف ما جبته من الشجره. غادي نغسلوه ضروري نغسلوه من داك الغبره اللي فيه. كنغسلوه بالماء عادي، الماء من الصنبور. كنخصو الزيتون يكون تامر وكحل، كنغسلوه مزيان باش ما كيبقاش فيه ديك الغبره. يعني هذه اول خطوه. كنغسل الزيتون ديالي وكنوضعو يحطها في الشبيكات. الكميه كتبقى على حسب الموجود، على حسب اللي موجود عندك. كاين بعض شي حبه كتلقى تشوفوها حمراء، ولكن معليش واخا حمراء راها كتجي زوينه. صافي غسلت الزيتون ديالي، حطيته في الشبيكات هكذا، خليته حتى استقطر مزيان، ما يبقاش فيه الماء. وكنعمرو في البيدوزات او في القراعي بحال هذا الشكل هذا، قراعي ديال الماء كنعمرهم بهذا الزيتون. الا كان عندك كميه كثيره وضعيها في البوطه، الا كان عندك كميه قليله هكذا كما عندي انا، كنعمرها غير في البيدوزات هكذا بيدو ديال الماء خاوي. كنعمر حبه حبه حتى كتعمر لي البيدو. ولا كناخذ هاد القريعات هادو ديال من عند مول الحانوت. القريعات هادو مول الحانوت كيبيع فيهم الحلوى. انا كنستغل الفرصه فاش كنمشي على مول الحانوت كنلقاها عنده خاويه، كنقول له عطيها لي. صافي كنجيبهم كنحتاجو بزاف ديال الحوايج ونفعوني في هذا الزيتون هذا. بما ان الزيتون عندي قليل ما بغيتش نحطو في البوطه، يعني انا عاده كنديرو في البوطه، ولكن بما انه عندي قليل غنوضعو غير هاد القريعات. صافي الزيتون بهاد الطريقه هذه كيبقى حتى العام. من بعد ما كنعمر الزيتون كنرجع نخوي عليه او كنوضع عليه الملحه الحيه. الا ما عندكش ملحه الحيه حطي الملحه العاديه. كل قرعه ولا كل بيدو كنوضع فيه كميه ديال الملحه، وما نكتروش الملحه بزاف. نحاولوا ما نكتروش بزاف لان الزيتون كيجي مالح، وما نحطوش غير شويه باش ما يرشاش. الا حطينا الملحه قليله راه غيرشا. صافي كنحط الملحه على الزيتون، كنسد القريعات ديالي وكنحطهم على جنب. هادي واخا يبقاو عندي حتى العام، عام ولا اكثر ما عندهم ما يوقع له في هاد القريعات هادو. بهذه الطريقه هذه الزيتون كيبقى عندي عام واكثر، وفوقاش ما احتاجته كنغسل وناكل كما غتشوفوا معايا. من بعد عام غنخلي هاد الزيتون هذه من بعد عام، صابتو في الموسم العام اللي داز. وفي هذا الموسم هذا يلا في البدايه ديال هذا الموسم هذا بغيت نغسلو. هو هذا الزيتون ديالي كان عندي في السده، ما خليتوش انا حدايا، كان عندي في السده. ومن بعد فاش احتاجته صافي جبدته باش نغسل غير قرعه واحده. غادي نغسل القريعه هذه دابا شاركها معكم. شوفوا كيفاش طاح المرجان، يعني شوفوا الفرق كيفاش ولا. صافي كنغسلو مزيان داك المرجان اللي فيه من داك الملحه اللي فيه. كنجيب الشبيكه عاوتاني وكنصفيه. هاد الزيتون هذا كحل بهاد الطريقه واخا يبقى حتى عام ولا اكثر، يعني يمكن يبقى حتى العامين ما عندهم ما يوقع له. الا عندك كميه كثيره غير عمري في القريعات وخشي في السده وخلي كل ما تحتاج بك شويه وغسل.
وصافي كنغسلو مره وجوج، يعني حتى ما يبقاش فيه داك المرجان. كنغسلو مزيان، بعد المرة كنلقاو فيه داك البيوضيه. هذا راه ما دار لي لا بيوضيه لا والو الحمد لله، ولكن بعض المرات كيلقى فيه داك البيوضيه في الزيتون، يعني كنضطروا اننا نحطو حبه بحبه. صافي صفيتو مزيان كما كتشوفوا معايا، كنخليه يقطر عاوتاني في الشبيكه. هادوك الحبات اللي كيبانوا لكم يعني مخلفين على الكحل، راه هادوك هما الحبات الحمر اللي كانوا في الزيتون قبل، كيرجعوا بداك الشكل هذاك، ولكن ملي غيتشمسوا ان شاء الله غياخذوا اللون. صافي غنخلي الزيتون هكذا يستقطر، فهو كيستقطر من مزيان. ضروري يقطر من الماء، ومن بعد كنفرش واحد الميكا وكنطلعوه للسطح ولا في البالكون، يعني في البلايصه كون عندك مشمشه، وكنسرح داك الزيتون ديالي هكذا في الشميشه وكنخليه يتشمس. كنخليه يتشمس وفي نفس الوقت كنخليه يبات تحت السمره باش يحلى. نخليه يبات تحت السمره وكنخليه في الشميشه. صافي كنخليه هنا يبقى لي على حسب الشمس واش حاره ولا لا، يمكن له يبقى لي يومين 3 ايام حتى 4 ايام على حسب الشمس، على حسب الشمس واش سخونه ولا بارده. صافي من بعد ما نشف معايا الزيتون ما شاء الله، هو من بعد ما نشف معايا بداك الماء اللي فيه بداك المرجان اللي فيه، صافي ولا الزيتون ما شاء الله تكاع الحبه كيتبقى غير الزيت خارج. صافي كنبدا هكذا الزيتون كنبدا هكذا هكا نرطبو بيدي، كيرجع بحال التمره، كنرطبو هكا بيدي بحال اللي كنفك داك الجلده على العظام، وكيرجع هكذا رطاب. كندور عليه حبه حبه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. بهذه الطريقه هذه انا كنتكي عليه، وديك الزويته ديالو كتخرج منه وكتعطيه واحد البريو. ما كتلقى فيه لا مرجان لا والو، والزيتون في نفس الوقت رطب. انا هذه هي الطريقه اللي كندير الزيتون ديالي ما شاء الله كيجي روعه. كلشي يعني كيبغي الزيتون بهذه الطريقه هذه. صافي فاش كنكمل الكميه اللي عندي، يعني شاركت معكم غير هاد الكميه بسيطه، المهم غير هاد شويه. ضفت عليه هنا الزعتر اللي ضروري الزعتر، وكاين اللي كيفضل منته، انا كنعجبني الزعتر، واللي كيفضل منته يدير منته. ضفت تقريبا معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الحار او السودانيه مطحونه. كمون، الزعتر، السودانيه، هادو هما المكونات باش نفرم الزيتون. وكنضيف عليه شويه ديال زيت المائده. الا كان عندك زيت الزيتون حلوه ضيف عليه شويه، يعني افضل من زيت المائده. ما كانش زيت حلوه ما تضيفش زيت حار، يعني الزيتون غيولي زهيم. من الاحسن نضيفوا عليه زيت المائده. والا كان عندك زيت الزيتون حلو ضيف زيت الزيتون. صافي كنخلط الزيتون ديالي بهذه الطريقه هذه، كنخلطو مزيان حتى كيدخل فيه داك الشرموله. كتخلط داك المواد اللي درنا فيه، داك الزعتر وداك الحار والكمون وداك زيت الزيتون، داك زيت المائده عفوا، حتى هو كيتخلط معاه. وعاوتاني كتحطو في القريعه وكتحتفظي به حتى شحال ما بغيتي يبقى لك بهذه الطريقه هذه. وإلا خبعتيه في الكونجيلاتور او في المجمد يكون افضل. خلي غير قياس ما تاكلي، والباقي خبعيه في المجمد، كيبقى لك حتى 4 سنين الا بغيتي يبقى ما شاء الله. الطريقه ناجحه 100%. الى عجبتك الطريقه ديال هذا الزيتون ما تنسانيش من اللايك ومن التعليق وبارطاجي الوصفه مع الاهل ومع الاصدقاء. طريقه صريحه كتجي هائله، وهذا هو الوقت ديال الزيتون.
تقضي الزيتون وديره بهذه الطريقة هذه، غادي تشكرني عليه. نتلاقى معك في فيديو آخر في وصفة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.